ما هو عادي عادي يعني، بتحصل. فرق كتيرة بتلعب هي أحسن في المباراة النهائية وبتخسر، يعني عادي بتحصل. ولا هو يعني لازم تحصل لمدريد بس؟ لازم يعني أكسب وأنا معايا شخصية البطل؟ عادي، أنا وليد السعيد وشوف الموناليزا. شوف الموناليزا. مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفرقة الأقوى في العالم السنة دي وهي مانشستر سيتي، والفرقة الأكثر مثابرة وجهد الإنتر. السيتي السنة دي لقى التشكيلة الأكثر كمالا في الكورة آخر فترة. دفاع كويس دخل فيه أقل من 40 جون في 50 ماتش، وهجوم سفاح دخل أكتر من 100 جون، 40% منهم سجلهم مهاجم واحد بس وهو إيرلينج هالاند. وعلى الناحية التانية الانتر اللي مركز اكتر في دوري الابطال، مش كويس قوي في الدوري ولكن ربنا مسهلها معاه في دوري الابطال، ومشي في طريق اسهل من السيتي بكتير، والطريق ده هو اللي وصله في الاخر لنهائي اسطنبول. السيتي بدأ بتشكيلة 3-5-2 بحراسة المرمى إيدرسون، وثلاثة مدافعين هم نيثن أكاي، روبن دياس، وأكانجي. قدامهم اتنين بيفوتس وهم ستونز ورودري، وعلى اليمين برناردو سيلفا، وعلى الشمال جاك جريليتش، وفي النص ما بينهم جوندوجان، قدامه شويه دي بروينا، ومهاجم صريح وهو ايرلينج هالاند. وعلى الناحية التانية الانتر كان بيلعب بنفس التشكيلة تقريبا مع اختلاف بعض الأدوار. في حراسة المرمى أونانا، وثلاثة مدافعين وهم باستوني وإتشيربي وديرميان. قدامهم ثلاثة في خط النص وهم باريلا، تشانالوجلو، وبروزوفيتش، وعلى اليمين دامفريز، وعلى الشمال دي ماركو. قدامهم اتنين مهاجمين صريحين هم لوتارو وايدن ديجيجو. السيتي بدأ المباراة بالشكل المعتاد بتاعه، بدأ برتم هادي جدا وواحدة واحدة ومن غير ضغط، وهنشوف بقى بعد ربع ساعة كده ايه اللي هيحصل. السيتي دايما كان مايل لعبه ناحية اليمين لان هي الناحية الاكثر كرياتيفيتي عنده، عشان فيها برناندو سيلفا، وعشان الناحية الشمال كان متغطي عليها كويس بدامفريز اللي كان عنده اوامر واضحه ان هو ما يتقدمش، وكان مغطي بشكل كويس جدا على جاك جريليتش. بروزوفيتش وباريلا كان عندهم برضو مهمه واضحه جدا، وهي قطع خطوط التمرير اللي بتوصل الكور لخط نص السيتي. دايما لما كنت بتلاقي الكوره مع برناردو سيلفا او جاك جريليتش، بتلاقي دايما يا باريلا يا بروزوفيتش مغطي على واحد من خط النص اللي هم ستونز او جوندوجان. وما دام الكوره مش عارفه توصل لجوندوجان او ستونز فاكيد مش هتوصل لدي بروينا، فهلاقينا دي بروينا بيضطر ان هو ينزل لتحت خط النص عشان يعرف يستلم الكوره ويحرك الملعب. جوارديولا لقيناه بشكل غريب النهارده بيلعب باكانجي، ومقعد كايل ووكر دكه اللي كان مقدم ماتش عالمي قدام ريال مدريد، وده ادى مساحه اكتر لدي ماركو عشان يتقدم، واللي قدم مباراه كويسه جدا وكان من اهم عناصر نقل الهجمه للانتر. هجوم الانتر بقى كان عامل ازاي؟ الانتر كان في اغلب الوقت بيستقبل اللعب، وكان بيحاول على قد ما يقدر ان هو ما يتقدمش كتير، وخطوطه الدفاعيه ما تتحركش لقدام، ولكن خطوطه الاماميه هي كانت اهم عنصر للضغط بالنسبه للانتر، اللي كانت هي قادره لوحدها ان هي تضغط لقدام وعلى الاطراف. ومع اي غلطه دفاعيه كنا بنلاقي فيه ثلاثه دايما قدام، وهم تشانالوجلو وجيجو ولوتارو، اللي كانوا بيعرفوا ان هم ينقلوا الكوره بشكل كويس ما بينهم ولكن مش بالسرعه الكافيه، فكنا بنلاقي دايما دفاع السيتي بيلحق نفسه وبيعمل الزياده العدديه المطلوبه اللي تقدر تغطي على الهجمه. وبرضه لقينا الانتر بيلعب كور عاليه كتير، ودي كانت من طرق بدايه الهجمه بالنسبه لهم. فاول ما اونانا بيرفع الكوره او واحد من الدفاع بيرفع الكوره كانت بتوصل لحد من الهجوم لوتارو او ايدن ديجيجو، وكنا بنلاقي واحد من الاطراف دايما بيتقدم، وكان عاده بيبقى دي ماركو، اللي كان اول ما الكوره بتوصل لقدام بنلاقيه متقدم على طول على الطرف علشان يسند مع المهاجمين. بعد الدقيقه 30 حصل حاجه ممكن كانت تدمر السيتي نفسيا تماما، وهي اصابه كيفن دي بروينا اللي خرج ونزل مكانه فيل فودن. وهنا انا كنت مستني من جوارديولا تفكير بره الصندوق شويه. انا كان نفسي جوارديولا في الوقت ده هو كان يطلع دي بروينا وينزل مكانه رياض محرز، عشان رياض محرز يلعب على الناحيه اليمين، ويبقى برناندو بيسند معاه برضه على الناحيه ديت شويه، فيستغل المساحات اللي دي ماركو بيسيبها اول ما بيتقدم. ولكن بيب قرر ان هو يلعب على المضمون ويخرج مركز بمركز مع اختلاف المستوى وطريقه اللعب. يعني الشوط الاول ما شفناش فيه هجمات خطيرة بشكل كبير، الفرقتين كانوا بيلعبوا بتحفظ شديد، بس هل ده بقى استمر لحد الشوط الثاني ولا الدنيا اتغيرت؟
الشوط الثاني الانتر دخل بعزيمة اكبر وبثقة اكتر ان هو ممكن يحقق الفوز، وهنا بدأنا ناخد بالنا من ان لعيبة الانتر بدأت تاخد راحتها شوية في التقدم، وبالذات دامفريز وبروزوفيتش اللي كان بيلعب كاريجيستا صريح، واقف تحت منطقة الجزاء وهو اللي بيوزع اغلب الكور لقدام، او بيكون واقف على الطرف وبيبقى مسؤول عن العرضيات اللي بتوصل لجوه منطقة الجزاء. وفي ظل الضغط اللي الانتر كان بيحاول يعمله، اللي قدر يطلع السيتي من الحكاية دهيت هما 2 لعيبة بس، وهما رودري وجوندوجان، اللي كانوا قادرين بشكل كويس جدا ان هم يحافظوا على رتم اللعب وينقلوا الكرة على طول من الاماكن اللي فيها ضغط. وزي كل مباريات الفاينل، اللي بيكسب هو اللي بيعرف يستغل اقل الفرص. انتر جاله جون شبه اكيد قدام المرمى، غلطه من الدفاع توصل لوتارو وإيدرسون يتقدم على الكوره، ولوكاكو واقف جوه في منطقه الجزاء والمرمى فاضي، فلوتارو بدل ما يباصي الكرة لوكاكو يقرر ان هو يشوط من زاوية ضيقة جدا مستحيل الكرة تدخل منها، وانانيته دهيت هي اللي ضيعت على الانتر الماتش. بعدها بقى بأقل من 5 دقايق اكانجي يدي الكرة لبرناردو سيلفا اللي بيديها له ببينية جميلة جدا، وتحرك برناردو سيلفا كان اكثر من رائع علشان يباصيها لرودري، ورودري يسجل الهدف الاول، الهدف اللي السيتي بيدور عليه من اول الماتش، وجه عن طريق الاكثر احقيه واكتر لعيب ما حاولهوش دوشه، رودري اللي بيقدم موسم اكتر من رائع السنه. الانتر حاول لحد اخر دقيقه ان هو يرجع في الماتش، ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل، لان إيدرسون قدم ماتش كبير جدا واثبت للعالم كله ان هو حارس من قيمه الكبار، شال كور محققه فعليا، منهم كوره في اخر ثانيه في الماتش. وانا شايف برضو ان من سبب فشل الانتر في ان هو يتعادل في الماتش هي قلة الحلول في الدكة بتاعته، اللي ما كانش فيها اللعيب اللي يقدر يغير مجريات المباراة. حتى نزول لوكاكو يمكن حرك الماتش شوية، ولكن ما كانش هو اللي هيقدر يحقق الفرق الكبير للانتر. وفي الاخر انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي، عشان بكده السيتي يحقق اول دوري ابطال له في تاريخه، وجوارديولا يحقق اول دوري ابطال له بره برشلونة. السيتي فعليا هي الفرقة الأكثر أحقية بالفوز بدوري الأبطال السنة دي. جوارديولا قدر إن هو يعمل فرقة أقرب للكمال الكروي، ده إن لم تكن الفرقة الأكثر كمالا بعد برشلونة 2011. وبالرغم من إن الإنتر قدم ماتش كبير جدا وفي أوقات من المباراة كان هو الأحق بالفوز، ولكن على مدار البطولة السيتي فعليا هو الأقدر بالبطولة دهيت. وبكده تكون نهاية الحلقة. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.